الفيلم ديالنا كيبدا بجوج ديال الاشخاص ملثمين وتيرسموا شي حاجه في الحيط ديال واحد الشقه. الوقت محسوب بالثانيه والغلط ما كاينش. من بعد ما يجمعوا الاغراض ديالهم ويسرقوا الحوايج الغاليين كيعاودوا يشغلوا منبه السرقه ويخرجوا من الشرجم وينقزوا الحيط بلا ما يخليو حتى شي دليل. من درب لدرب حتى كيتخباو. هذا طوبي البطل الرئيسي الاول وهذا جاي البطل الرئيسي الثاني. كل واحد تيشد الطريق باش حتى واحد ما يشك فيهم حيت الدوريات ديال البوليس ما كيزقاوش. طوبي مشى للمحطه ديال التران وشاف واحد المتسولة وسمع في المكبرات باللي التسول ممنوع في المحطة والناس ما خاصهاش تشجع هذا التصرف. تما بان ليه واحد الراجل انيق كيحتقر ديك السيدة بالشوفات ديالو كينقص منها. طوبي ما عجبوش الحال، غادي يمشي يشفر ليه البسطام بلا ما يحس وغادي يقول ديك السيدة تسكت ويدير بحال لقى داك البسطام طايح في الارض ويرجعوا ليه. خونا الانيق ما دا ما جاب وشكر طوبي بزاف وعطاه شويه د الفلوس، خداهم منه مشى عطاهم لديك المتسولة. من بعد مشى في التران هو فرحان بزاف بهذا التصرف الانساني اللي دار. طوبي رجع معطل للدار وحل الباب بشويه، طلع على ماماه لقاها ناعسه. دخل البيت وعيان بزاف مور العمليه، لحكر طابلو وطرمى فوق الناموسيه. موالين الشقه اللي شفرت جاي وطوبي رجعوا للدار، لقاو الدار مسروقه وتصدموا بالعباره اللي خلاو ليهم في الحيط اللي هي اي كان باي، زعما دزت من هنا. جاي خدام في الجرده ديال واحد القاضي الاعلام ولا كيهضر بزاف على اللصوص اللي كيسرقوا الديور وكيخليو ديك العباره في الحيط. جاي دخل كيتسلت للدار ديال القاضي كيقلب على الروتور ديال الويفي حتى لقاه جاب الزربه باش يصور المود باس. جاي غادي يصيفط الصوره لطوبي باش يجمع اكبر قدر من المعلومات على القاضي. فارادا الصديقه ديال جاي غادي ترجع للدار ملي يكون كيوجد العشاء وغادي يقول ليها باللي خدم اليوم عند واحد القاضي لاباس عليه وسميتو هيكتور بليك. فارادا غادي تقول ليه بلي الاستاذ ديالها صديق ديالو وهو راه قاضي مشهور. من بعد غادي تقول ليه باللي هي حامله منه. الغد ليه جاي وطوبي غادي يتلاقاو في القهوه ديال ديما وغادي يقول ليه باللي داك القاضي كينتمي لواحد العائله مستعمره لاباس عليها وعنده في دارو تحف من العصر الاستعماري غاليه بزاف. جاي غادي يقول طوبي باللي ما يقدرش يدير معاه العمليه حيت صديقته فارادا حامله، ما بغاش يمشي للحبس يخليهم. طوبي حاول يقنعو باللي هذاك الحلم ديالهم من الصغر والعمليه ما فيهاش الخطر وسهله، ولكن بلا فائده. هادي ليزي ماما طوبي طبيبه نفسانيه كتعالج هاد الشاب من الاكتئاب لانه والديه بغاوه يكون طبيب وهو بغى يكون مبرمج ديال الحاسوب. طوبي قرر يدخل الدار ديال القاضي بوحدو والاخبار عليهم انتشرت بزاف. ليزي غادي ترجع من الخدمه غادي تلقى الكوزينه مرونه. طوبي جمع الماتيريال ديالو ولبس حوايجو وخرج ينفذ. القاضي هيكتور بليك خرج من دارو وركب طوموبيلته. طوبي تسنى حتى مشى ونقز الحيط ودخل للدار، جبد التليفون ديالو باش يدخل كود الويفي ويوقف منبه السرقه باش يمكن ليه يفتح الباب ويدخل. ملي دخل شعل البيل ديالو كيتمشى بشويه حيت ما عارف شكون يقدر يلقى لداخل. بدا كيقلب على شي بلاصه مناسبه يخلي فيها العباره المعلومه ولقى هاد الصوره ديال الاب ديال القاضي وحيدها باش يرسم بلاصتها. وملي جبد الادوات ديال الرسم سمع شي صوت جاي من لاكاف وبقى تابع الحس وكيقلب حتى وصل للباب ديال القبو ونزل شعل البيل باش يشوف الصوت منين جاي. في نفس الوقت القاضي هيكتور بليك كان كيلعب الرياضه مع صاحبه الشاف ديال البوليس وملي جاي يهز الفوطه ديالو لقى ميساج ديال منبه السرقه اللي ما بقاش خدام. تصدم بزاف وبدا كيلبس حوايجو بسرعه. طوبي لقى شي سماطي ديال الربط ولقى شي تصاور منها هاد الشخص اللي تعرض للضرب والتعذيب. طوبي طيح المصباح ديال القاضي وملي هبط يهزو بان ليه الضوء تحت واحد الخزانه ولقى واحد القفل مخبي حلو وجر الخزانه ولقى باب سري موراها. طوبي قرب باش يطل من الفتحه وتصدم وترعب من شي حاجه كاينه لداخل. القاضي هيكتور بليك وصل للدار بسرعه واول حاجه فكر فيها هي القبو. ملي هبط لقى المصباح طايح في الارض ولكن الامور عاديه. عيط ليه صاحبو روي الشاف ديال البوليس وقال ليه باللي الامور هانيه، ولكن فجاه القاضي تيلاحظ الصوره ديال الاب ديالو عوجه ماشي كيما خلاها. طوبي استغل الفرصه وخرج كيتسلت. القاضي حس بشي حداز وتبعو ولكن ما لقى والو. طوبي كيتسنى صاحبو جاي حتى رجع للدار وبقى معاه على انفراد باش يعاود ليه شنو شاف. طوبي بقوه الصدمه كيدخل ويخرج في الهضره. جاي ما فهم والو وطلب منه يخليه بعيد على المشاكل حيت كيتسنى مولود جديد. طوبي طلع ليه الدم ما لقاش مع من يهضر وقرر يخبر البوليس بالامر. الغد ليه في الصباح جاو البوليس للدار ديال القاضي. طوبي متوتر وكيتسنى شنو غادي يوقع. فتح ليهم الباب وطلبوا منه الاذن باش يفتشوا ليه الدار. البوليسيه سمعت شي صوت جاي من القبو ولكن كان غير الصوت ديال آلة الغسيل. البوليس مشاو في حالهم وطوبي ما متيقش باللي ما لقاو والو. الصوره اللي لقى القاضي عوجه والبوليس اللي جاو خلاو القاضي يشك باللي شي واحد دخل ليه للدار. طوبي في بيته معصب والصوره اللي شاف ديك الغرفه السريه ما بغاتش تنسى ليه.
ماماه ليزي دقات عليه وقالت ليه باللي عيات من الخدمه الكوزينه ما يقدرش يعاونها في اشغال البيت. توبي هز كارطابلو وخرج قال لي انا خليت لك هاد الدار. ماما حيدت ليه السوارت ومشى في حاله. القاضي بالعاني خرج من الدار وطوبي دخل. كانت غير خطه ذكيه من القاضي باش يشوف شكون كيدخل لدارو من موراه. توبي مشى نيشان للغرفه السريه، فتحها ولقى واحد الشخص عريان ومتعرض للضرب والتعذيب. توبي عاونو باش يخرجوا ولكن القاضي رجع للدار وكيفتح الباب. رجعوا توبي للغرفه وتخبى في واحد الخزانه. القاضي هبط للقبو ودخل للغرفه. توبي خرج بشويه وهز واحد المطرقه وهجم على القاضي، ولكن للاسف زلق وطاح والقاضي ضربه بواحد العصا وقتلو. القاضي تخلص من ادوات الجريمه وحرق الجثه ديال توبي وخوى الرماد ديالو في المرحاض باش ما يلقاوهم حتى شي واحد. جاي جا عند ليزي ماما توبي ولقى معها المحققه إيلا اللي جات تبحث في اختفاء ديال توبي. بدات كتبحث معاهم وكتسول جاي امتى اخر مره شافو. الشرطه خدات عينه من ADN ديال توبي في حاله اذا عثروا على شي جثه. جاي باش يساعد ليزي مشى للدار ديال القاضي وفتح صندوق الرسائل وخدا رساله منه. الشرطه جات على غفله. جاي دار راسو ناعس وفتشوه ولقاو في السياره جوان ديال الحشيش. داوه للكوميساريه وجبدوا السوابق ديالو، لكنه قال للمحقق باللي كان عيان وعنده مشاكل وكان غير كيرتاح تما. المحقق تاق بيه وسمح ليه ورد ليه الاغراض الشخصيه ديالو. جاي تسلت للدار ديال توبي وحط هذيك الرساله اللي خدا من الدار ديال القاضي فواحد المتجر سري في المكتب ديال توبي، ورى هذاك المتجر ليزي وتصدمات بالمخدرات اللي لقات تما وشافت هذيك الرساله. خداتها وداتها للمحققه إيلا وشافت شي حاجه غريبه وقالت ليزي صافي سيري حتى نعيطوا لك. إيلا مشات عند الشرطي الاخر وتاكدوا باللي العنوان اللي في الرساله هو نفس العنوان اللي لوكاليزاو فيه اخر مره الهاتف ديال توبي. ليزي حتى هي بدورها كتقلب على شي معلومه مفيده. المحققه إيلا مشات للدار ديال القاضي، قدمت نفسها ودخلات كتقلب على شي خيط يعاونهم. هبطات للقبو ولاحظات باللي كاين شي باب سري وقالت للقاضي يفتحوا، ولكن للاسف ما لقاو والو غير شي اغراض ديال القاضي. فجاه لاحظات باللي ديك الفتحه اللي في الباب كتشاف من برا، يعني اللي برا كيشوف شي حاجه لداخل. شكات في شي حاجه ولقات عليه القبض. والمحققه شافت باللي ليزي هي ايضا كتراقب القاضي وحتى هو شافها. مع ضعف الادله القاضي طلقوا صاحبو الشاف ديال البوليس. المحققه اتصلت بليزي وقالت ليها باللي طلقوا صراح القاضي حيت ما عندهمش دليل ملموس. ليزي مشات كتقلب مزيان في المجر ديال توبي وبانت ليها واحد اليو اس بي. حاولت تفتحها ولكنها مسدوده بالرقم السري. القاضي هكتور بليك مشى يدير حصه ديال التدليك وتعرف على واحد الشاب عرض عليه يتعشى عنده في دارو. ليزي مازال كتراقب القاضي وشافت هذاك الشاب حتى دخل عنده للدار. هكتور قدم ليه كاس ديال الشراب وطلب منه يجلس حداه وبدا كيعاود ليه واحد القصه عاشها في الطفوله ديالو. الاب ديال القاضي كان جاب واحد الخادم هندي باش يخدم عندهم في الدار، وتطورات العلاقه بيناتهم حتى ولا الاب ديال هكتور كينعس معاه في الفراش، والزوجه ديالو اي الام ديال القاضي ولات كتنعس في غرفه الخدم. ومن كثرة الصدمه والاكتئاب قطعت الشرايين ديال القلب وانتحرات، وكان هكتور اول واحد شافها وهي غارقه في الدماء ديالها. القاضي كبر وهو في قلبه الحقد والكره للاجئين، وقال باللي عذبوا وشوه لي وجهه واحتجزوا، وهنا كنفهموا باللي هو نفس الشخص اللي لقاه توبي. الشاب بدا كيحس بالدوخه، ناض للدوش يغسل وجهه، ما قدرش يتمشى بقوه المخدر، والقاضي رجعوه وما خلاهش يخرج. لكن في غفله من هكتور الشاب قاوم وتلاح من النافذه ديال البيت وهرب، ولحسن الحظ كانت ليزي مازال كتراقب، شافته وجرات باش تعاونو. الغد ليه القاضي كيتسنى الشاب حتى خرج، وقنعوا باللي كان غير سوء تفاهم ومشى معاه. ليزي مشات عند المحققه إيلا وعاودت ليها شنو شافت، ولكن المحققه قالت ليها باللي ما يمكنش تدخل في الامر بدون شكايه من الشاب. القاضي هز الهاتف ديال توبي وقلب فيه واكتشف باللي المراه اللي كتراقبه هي ليزي الام ديالو. القاضي غادي يخلي ليزي بالعاني تشوف فين كيحط سواره المنزل. ليزي غادي تفتح اليو اس بي بالمساعده ديال المريض ديالها، وغادي تخبر جاي باللي اكتشفات السر ديالو هو وتوبي وعرفاتو بالوشمه ديالو ومشات وخلاتو. واحد النهار القاضي غادي يخرج يدير الرياضه، وليزي غادي تدخل ليه للدار وتبدا تقلب على شي دليل ولا اثر ديال توبي. فجاه القاضي غادي يرجع وليزي غادي تصدم وتحاول تهرب، ولكنه غادي يشدها ويخنقها. ليزي مصدومه ومرعوبه، والقاضي هكتور غادي يقول لها باللي قتل توبي وتخلص من الجثه ديالو، وحتى هي غادي يصفيها ليها، وغادي يبدا يقطع في الجثه ديال داك الشاب قدام عينيها. ليزي غبرات وجاي غادي يجي للدار يشوفها، غادي يلقى الرسائل في عتبه الباب والورد دابل. اذا ليزي شحال ما جات للدار. جاي مباشره غادي يمشي للدار ديال القاضي، غادي يهرس الزاج وغادي يدخل، ولكن الدار خاويه وما فيها حتى شي حاجه. واحد النهار فرادا غادي تجي عند جاي وغادي تقول ليه بلي القاضي هكتور عنده واحد المحاضره وندوه في واحد الجامعه، ومن بعد ديك الندوه والتكريم ديال القاضي غادي يخرج في حاله، وجاي غادي يتبعو حتى يدخل لواحد الدار الثانيه ديالو.
جاي غادي يدخل بشويه، هيكتور غادي يفيق وغادي يبداو يتعاركوا، ضربه مني ضربه منك. القاضي ضرب جاي بواحد العصا وغادي يكمل ليه الضربه ليديه وطيحو. من بعد جاي غادي يعاود ينوض ويتغلب على القاضي ويطيحو في الارض. جاي غادي يمشي للكراج ويفتح واحد الباب وغادي يلقى داك الشاب اللي محتاج زو القاضي وغادي يعاونو يخرج، ثم غادي يمشي في حاله. جاي ما حبسش من البكا ملي عرف باللي توبي وماماه ليزي ماتوا. المحققه الا غادي تجي وغادي تلقى القاضي واكل قتله ديال العصا ومربوط وفمو مسدود، وغادي تلقى العباره المشهوره في الحيط I came by. الفيلم ديالنا تسالى. الا عجبك المحتوى تابونا للقناه وفعل الجرس، وإلا قدرتي كاع دير جيم المجهود ديالي ما غاديش يكون ضعف فابور.